السنين كيف الجوهر وسلمت النساء يا عقلية وسلمت النساء والرجال الحاجة ملكي وانت يا ملكة بنت الملوك ورانا الشرفة وجاو يزوروك وعيط عليك لازم ثاني انا وتقول لها ملكة ملكة بنت الملوك وجاو الناس يزوروك وتقول لها ملكة والله الله الله
وشي تجيب ولقيتوتها ومشى العزيبو هي وهي. اسعدي اسعدي لا ما بغيتيني ردني بلادي، وإلا ما بغيتيني إلا ما بغيتيني اعمل شي صدرني بلادي وعيش كسعيدي. Boxseek.com. ومولاي ابراهيم مولاي ابراهيم دير الجبال سبعة رجال. اجري يمو اجري يمو اجري يا اختو العزيز ديتو. سدوش راجلكم سدوش راجلكم جا قبال تعرفوني بداتي. وبديت نخلف وبديت نخلف وابقى صبر الغرام يتلف. لا يا وحيدة لا يا وحيدة انتي حاولي لا غبي ولي. ونعطيك العهد نعطيك العهد سيدي بوتهب لما. إلا ما بغيتيني اعمل شي صدرني بلادي وعيش كسعيدي. الله 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 عليك يا مليكة. السلام عليكم. مرحبا بكم معنا في كازا 36 تي في. واو واو. مرحبا بكم معنا في كازا 36 تي في. دائما معكم اخوكم عبد الرحيم انصاف، وحلقه جديده ونهار جديد واسبوع جديد. وريونا القلوبه. على ستك زولا والله ما نبدا على ما شطحت برد غديدي بعدا. على ود عبيد اخوكم عبد الرحيم انصاف دائما حله جديده، وكنوعدكم بالجديد ان شاء الله قريبا. طريق وزار عايدة عليا نمشي على رجليا. يا مكري طنوبيل. طريق جديدة طريق جديدة نمشيو بعيدة فيه ركويدة. وطريق المجالة وصلتي هاندير القلب يتفرشة. مرحبا بكم، كنقول لكم مرحبا بكم تاني، كنجدد الترحاب. مرحبا بكم كاملين كل بالاسم ديالو. قبل ما نبدا كنرحب بالتقني الجديد اللي معنا السي الزعمي محمد خويا. مرحبا بك معنا في القناه كازا 36 تي في، في الاسره ديال القناه ديالنا مع طاقم البرنامج. مرحبا بكم كاملين كل بالاسم ديالو. مرحبا بالناس الايطالي، بغيتيني الناس الولايات المتحده الامريكيه يعمل كلها بالاسم ديالو. علي السعيد. هشام فنتان، الناس الايطالي داخلين مرحبا. وديما وداد نجيب الودادي، نعرفو هينا وما نساوش الرجويه تما. وباب التوبة مرحبا بسي غلادياتور، مرحبا بك حسن صديقي، كاتي ناصر، احمد قبيلي، دائما في الاستماع. كنشكركم على تتبع الحلقات ديالي. كما كنقول لكم ان شاء الله ديما الجديد، وان شاء الله حله جديده غادي تكون معنا ان شاء الله قريبا. ميمون الوجدي ولا النزهه بن مغار، كنشكركم. فوزيه ناس المغرب، الله يحفظكم. الحي المحمدي، فرحات احمد، مرحبا بالبطل ديالنا، كنشكركم كاملين كنشكركم. والسي طريق المزابي، مرحبا بك العائله. والسي امين منى، الله يحفظ خويا، الله يحفظك. لا ديما طنجاوي العايل، مرحبا بك. الجبلي في ميريكان، مرحبا بك خويا. ان شاء الله مرحبا بكم. كنقول لكم الف مرحبا. نهار كبير هذا معكم عبد الرحيم انصاف اليوم ان شاء الله. قبل ما نبدا كنطلب منكم واحد الطلب، لان بغيتكم عافاكم بارطاجيو هاد اللايف هذا، بارطاجيو في الجروب ديالكم. السي مراد مرحبا بك. انا راه قلت لك وصافي تبقى تمشي خطيبتي، الله يحفظك، شكرا. ان شاء الله اليوم باذن الله غتكون عندنا واحد الحلقه مميزه، محلقه جديده مع فنانين جداد، وان شاء الله ما غتكون معنا واحد الفنانه من المغرب. بلا شك اللي كنتفرج في الحلقه من قبل راه غيعرف شكون. مرحبا بالكوزين ديالي لاله سميره، مرحبا بالناجي وعائله الناجي. هشام بلال، مرحبا باللاعب البطل ديالنا، شكرا لاله سميره.
العائله كاملين كلشي مرحبا بكم. ناس فرنسا كنحماق عليكم كاملين كاع المتبعين ديال الحلقات ديال كازا 36 تي في كنشكركم. وراه ان شاء الله دائما الجديد كنوعدكم ان شاء الله. مرحبا بكم كاملين. هاد الفنانه اللي غتكون معنا ان شاء الله اليوم فنانه من المغرب. كما قلت لكم بارطاجيو معنا هاد الحلقه هذه، بارطاجيوها، وان شاء الله غادي نشوفوا الفنانه ديالنا اللي غنوريوها لكم. نقدروا نشوفوا الفيديو الاول باش تعرفوا شكون هي. ما شافتو قلب موجع. وعلاه مالنا كنسرقوا، واللي كيتسالنا شي حاجه يجي يقلع علينا. يا ولا لا باز ديك الجبهه داك شحال صحيحه، دابا حل هاد القبيله ما كيتسالونا والو. حنا ما كناش حاضرين معاهم النهار اللي اتفقوا على هاد العاده ديالهم. حنا دخلنا لقينا كلشي واكل شارب، بحال اللي عنده الارض، بحال اللي عنده الكسيبه، وبحال اللي ما عنده والو غير كتافو بحالنا. عين ما شافتو قلب. بلا شك عرفتوا الفنانه ديالنا اللي غتكون معنا اليوم هي الفنانه سعاد الوزاني، تبارك الله عليها، اللي كانت القات في السلسله ديال حديدان، الزوجه ديال حديدان. ها هي تبارك الله عليها، كنشكروها. ان شاء الله غادي تكون معنا ضيفه اليوم. مرحبا، الله يحفظك خويا، برافو عليكم كاملين، نتوما العزاز كاملين، كنرحب بكم كاملين، كل بالاسم ديالو، كنشكركم بزاف. ان شاء الله عرفتوها. سعاد الوزاني فنانه متالقه تبارك الله، كتشارك في اعمال و تبارك مراد، تبارك الله على خويا مراد. ان شاء الله غادي نتصلوا بها دابا، ما نخليوش تسنى، لان الوقت من ذهب ان لم تقطعه قطعك. ولكن ان شاء الله حنا غادي نتصلوا بها كما يمكن. الناس الجمهور ديالنا الا بغى يتصل بالفنانه ديالنا مباشره يتكلم معها، راه الرقم ديالنا هو 001 781 656 61220. يمكن لكم تتصلوا بنا مباشره. مرحبا بلاله مينا من راس المصطفى، مرحبا بك. ومرحبا بالفنان الخلوق العزيز سي حليفي سعيد من كندا، مرحبا بك خويا، الف مرحبا بكم كاملين، كنشكركم جميعا. كنعاود نطلب منكم الله يحفظكم، حاولوا ديروا معنا البارطاج لهذا اللايف هذا، الله يحفظكم، شكرا. ان شاء الله غادي نحاولوا نتصلوا بالفنانه ديالنا دابا، لاله سعاد الوزاني. غادي نتصلوا بها دابا الفنانه ديالنا سعاد. غير صبروا علينا. واش اوكي، مرحبا، دابا غنتصلوا بالفنانه ديالنا. استماع لاله سعاد الوزاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا ودواحه، وكي دايره مع الصحه لاباس عليك؟ كاين. مرحبا بك والله العظيم. لا غادي بلاتي غندخلوا بالطعارش، دخل طار جيب العوليات جبه والله يجي. مرحبا بك. كي دايره لاباس عليك لاله دواحه، لاله سعاد الوزاني؟ لاباس الحمد لله. ودابا غادي نعيطوا لك دواحه ولا نعيطوا لك سعاد الوزاني ولا نقول لك اختنا وصافي، اختي سعاد. اللي بغيتي عيط خالتي عيط. مرحبا واختي. علاش زعمت عليك؟ لانني كما من خلال البحث ديالي لقيتك اختي سعاد محبوبه، وزعما تبارك الله على زعما طيبه القلب ديالك، ومحبوبه تبارك الله عليك، بنت الشعب الله يحفظك ربي يخليك. المهم الله يطول لي عمرك. الله يحفظك اختي. قبل ما نبدا غادي بغيناك تعطي واحد النبذه على سعاد الوزاني. مرحبا بك. العمر بلا ما تقوليه 29 عام، انا قلتها لهم صافي. لا عندي ديالي. لا مرحبا بك. مرحبا بك. ربي يخليك، الله يكبر بيك. الله يحفظك. السلام عليكم الجمهور في مكان المغرب في العالم كامل. سعاد الوزاني ممثلة مغربية اللي تعرفت في الوسط. المكالمة معنا وهذو الو، السلام عليكم. الو الو لاله سعاد. مالك؟ نعم كان
كنسمعك. يلا غنداو كاينه مكالمه وهاتي راه كاين حبوبه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا بخويا، شكون اللي معنا؟ لاباس عليك؟ بخير. الله يحفظك خويا، مرحبا بك معنا في قناه كازا 36 تي في. شكون اللي معنا الاسم خويا؟ الله يبارك فيك. معك حمزه دقون، فنان من مدينه طنجه. مرحبا خويا ومرحبا بناس طنجه، مرحبا والف مرحبا. مرحبا بالمخرج دقون، ومرحبا بالناس ديال طنجة، المخرجين والثقافيين والصحفيين والمبدعين والممثلين. كان لي الشرف اني تعرفت على المخرج حمزه دقون، انه سبق لي دار لي واحد جدا يشرفني الوجود ديالك تكون معنا. كنسمعك خويا، كنسمعك، راه كترحب بك الفنانه ديالنا الله وكتقول يبارك فيك. غير الا كان عند مزيان. خويا الا كان عندك الفيسبوك حداك حاول طفيه، حيد منه الصوت راه ما كنسمعوكش مزيان. الو. الا حداك الفيسبوك حاول نقص من الصوت ديالو. ما احتاجش الفيسبوك، لا ما مشاش بلاتي. الفيسبوك كاع. اوكي لاله سعاد حداك الفيسبوك، لاله سعاد. لا راه عندك لاله سعاد حيدي الفيسبوك من عندك. انا حيت انا ما عنديش الفيسبوك، انا ما لا صافي لاله سعاد هي اللي عندها. سعاد اختي سعاد هي اللي كاينه، هذاك الشيء علاش. ها هي معاك لاله سعاد، مرحبا. لا كنسمعك. كتسمع؟ وي خويا مرحبا بك، ناس طنجه. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك وشكرا بزاف على هذه المبادره. كنظن كاين لقاء مع سعاد الوزاني ياك؟ هي اللي كتسمع فيك دابا، مرحبا. المهم هي راه عارفه اني شكون. انا حمزه من طنجه. ياك مرحبا حمزه، مرحبا بالناس ديال طنجه كاملين، مشرفين شرفتينا الله هذه يبارك الحلقه. فيك. الله يبارك فيك سعاد وتبارك الله عليك. مبادره زوينه هذه انك دير هذا اللقاء. طبعا يتصلوا بك الناس اللي كيعرفوك اللي ما كيعرفوكش انهم يتعرفوا عليك ويزيدوا يعرفوا سعاد الفنانه والانسانه طبعا. الله يحفظك، بارك الله فيك. شكرا خويا حمزه. اللي بغي نقول باش ما نطولش عليك، وانا عارف كاين اتصالات بزاف. مرحبا بخويا. نقول ان سعاد عزيزه علينا بزاف. هي انسانه قبل ما تكون فنانه، واحد الانسانه اللي متواضعه بزاف والحمد لله فرحت المغاربه بزاف من خلال الاعمال ديالها سواء المسرحيه ولا السينمائيه او التلفزيونيه. شكرا شكرا. وكنتمنى له التوفيق ومسيره موفقه، وراه عزيزه علينا بزاف 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 بزاف. وسبقنا شرفنا مدينه طنجه اكثر من مره ولا مرتين. الله شرف لي هي عارفه راه العزه قداش عندنا. حنا انا واحد مجموعه كبيره انا في طنجه والناس كيبغيوها بزاف. تبارك الله. ونتمنوا لها المسيره موفقه ان شاء الله والنجاح والاستمرار، وتكون دائما متالقه وواحد تكون دائما نجمه. تبارك الله. تبارك الله. شكرا، الله يحفظك خويا حمزه. بارك الله فيك. وشكرا بزاف وشكرا بزاف على المبادره وتحياتي، وخلي فرصه للمستمعين انهم يسمعوا ويتصلوا بكم. الله يحفظك، راه كتبلغ لكم السلام الناس طنجه كاملين. بارك الله فيك. الله يحفظك خويا. تحياتي وسلامي للجميع. سلامي للجميع. تبارك الله عليك. شكرا خويا، شكرا. شكرا خويا حمزه، كان معنا مكالمه من طنجه. لا سعاد رجعوا لك، احنا معك اختي. نعم انا كنسمعك. وي مرحبا بك. ناس طنجه هما هجموا علينا و كملي من عندك. لا ما تقدمش قدامك ويلي. اولا الثاني راه لا مرحبا لاله سعاد من كازا من الدار البيضاء، مرحبا بها. لاله سعاد اللي تألقات فرضات الشخصيه ديالها ما بين الممثلات والفنانين المغاربه تبارك الله في المغرب. وبالنسبه بالنسبه لاختي سعاد كما كنقولوا مثلا امتى زعما بانت كما كنقولوا راه كيعرف هذاك الباز، واش من هذا الدور ديال لاله سعاد ولا ديال دواحه ولا جاو على بزاف ديال الحوايج من بزاف ديال من شويه من المسلسل، شويه من دوك اللقاءات اللي كيكونوا، شويه من هذوك استجوابات اللي كيجيو على غفله ولا هادشي كل حاجه من شويه راك عارف. لا تبارك الله. والتكوين ديالك كان واش مثلا من دار الشباب ولا في؟ لا انايا في الاول فاش بديت كنت كنقرا الموسيقى. انا قريت الموسيقى، كنت كنقرا السولفيج في المعهد
البلدي اللي كاين عندنا هنايا في المدينه. من بلاتي. بعد عاد جات فرصه التمثيل وليت كنديرو في الشبيبه، وكل مره كانوا كيجيبوا عندنا مخرجين سميتو ناس كيدربونا وكيعلمونا كيفاش نديروا الالقاء، كيفاش نتحركوا فوق الخشبه، كيفاش نديروا الاسترخاء وصافي. هي دي انطلاقه بقات هكا. نعم ان شاء الله. مرحبا بالفنان ديال الجبير، الله يحفظك، مرحبا بك، مرحبا. لاله سعاد، كما قلتي بديتي مثلا بالموسيقى، واش كاينه شي آلة من بعد السولفيج، واش كاينه شي آلة اللي كتعزفي عليها ولا غير قريتي داك الشيء؟ لا انا كنت دخلت كنتعلم الحروف الموسيقيه لاني كنت كندير الغناء، لاني انا بديت كنغني في الاول. بلاتي عليك على داك الغناء، بلاتي. انا ما بديتش المسرح كاع، ما كانش في راسي كاع المسرح راه جا غير على غفله وصافي، مكاتب وصافي. ولكن بلاتي. الحمد لله راه معنا الفنان ديالنا السي الغزواني عبد الرحيم تا هو معنا، والسي احمد غنام، مرحبا بكم. مرحبا السي الغزواني، مرحبا مرحبا كي داير؟ لاباس عليك؟ لاباس عليك بخير؟ كيتفرجوا فينا، مرحبا بكم كاملين. الفنانه اللي معنا مرحبا بكم، حميد بتريش، كاع الفنانه هما مجموعين هنايا، مرحبا بكم. راه اللي بغى يتصل بنا على الواتساب خارج المغرب هو 001 781 656 612. بالنسبه لاله سعاد، واش كتعقلي على اول عمل تلفزيوني مثلا شاركتي فيه، ولا عمل مسرحي، ولا كتعقلي عليه؟ اول عمل تلفزيوني هو مسلسل ماني القاتل. بدينا على القتيل، الله يخلف لك. يا خويا اول عمل كانوا فيه نخبه كثيره من الممثلين، هذا اول عمل بديت به. واول مسرحيه كانت اول مسرحيه هي مع عبد الرؤوف، هي في الحقيقه كانت عده مسرحيات. كانت مع عبد الرؤوف. ومن بعد جات مسرحيات سعد الله، من بعد عاد مسرحيات بزاف. هذه ثاني مسرحيه. في اخبارك كنت كنقلد عبد الرؤوف في صغري، غنقولها لك، حيت عبد الرؤوف بدينا به في الاول، بدينا به ولا ما نقول ما كانش ديك الشكل. عندك صح. ولا ما عندك كنا بدينا ما كاينش شي واحد اللي ما كيقلدوش، ما كاينش. كان تبارك الله معهد شارع باريس نفسه هو اللي قرب اللي قريت. قال لك الفنان ديالنا السي حليفي سعيد، قال لك معهد بشارع باريس، تبارك الله. هو قرا فيه الفنان ديالنا. لا هو تقريبا راه كيعرفها في تبارك الله. عبد الرؤوف راه عطاه، ماشي عطاه تبارك الله، عطاه راه منه فنان. مثلا بحال جمال الدبوس هو راه كان كيقلدو في البدايات ديالو، كان عزيز على قاد المال حتى هو. الناس لا تبارك الله بزاف كيقلدوه بزاف. تبارك الله خويا عبد الله يحفظك، خويا سي الغزواني الله يحفظك. ولاله سعاد، مثلا التلفازه وهذا والمسرح، واش المسرح شنو هو العلاقه ديالك بالمسرح؟ حيت كاين اللي كيفضل المسرح مثلا التلفازه، وشنو نظرك انت يا اختي لاله سعاد؟ انا كنموت على المسرح، انا كنموت على شي حاجه سميتها المسرح. كنموت على المسرح شي حاجه اش نقول لك فوق الوصف. تبارك الله. يعني كيعجبني اني نتلاقى مع الجمهور هكا مباشره. منك ليه؟ لا كنموت على المسرح انا، ولو اني مع التصوير شحال شي مده ديما لعبت شي مسرحيه. هو ان شاء الله هذا تقريبا عندي واحد من العمل المسرحي مع السي خمولي عبد اللطيف، ولكن باقي ما بديناش. ان شاء الله نتمناو تقاد الامور باش نبداو ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا بام ايه، مرحبا بكم كاملين، وان شاء الله كنتمناو ان شاء الله التوفيق. وبالنسبه للفرق مثلا، راكي عارفه كاين الفرق اللي كانوا بداو قدام، مثلا فرقه البداوي، فرقه مثلا طيب الصديقي المرحوم، هادو كانوا عطاو في الاول، كانوا عطاو تبارك الله، عطاو تبارك الله. واش كان حنا كنقولوا مثلا بحال دابا انا ملي بديت انا مثلا في الدومين ديالي كنت كنقلد عبد الرؤوف، وكان عزيز عليا عبد الرؤوف. مثلا لاله سعاد، واش تقدري تعطينا شنو هو كما كيقولوا شنو هو الممثله ولا الممثل اللي كان كيعجبك مثلا تقدري تأدي الادوار ديالو، كيعجبك تقلديهم ولا تقليد؟ لا ماني ما قلدتش. لا غير واحد كيتسمى لك بحال واحد
الطريق ديال كيبان لك فحال انت تقدري تعطي في هذيك الشخصيه اللي كيدير وعزيز عليك مثلا في انا كيعجبني نشوف بزاف ديال الادوار، وكان شي دور لاني ما مثلا كنقول ماشي دور ما تعطاش ليا ما اديتوش، كنتمنى اني ناديه. معنا بلاتي. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا اخي. مرحبا لاله، مرحبا بك في كازا 36 تي في. معنا الفنانه لاله سعاد الوزاني. شكون اللي معنا؟ معك بنتي سميرة. مرحبا. ومرحبا والف مرحبا بالاخت سعاد الوزاني الملقبه باللاحه. مرحبا باختي سميره، ربي يخليك، الله يكبر بيك، بارك الله فيك. الله يطول عمرك ولاتي عزيزه وغاليه، وكنشكرك اخويا جزيل الشكر على هذه الاستضافه. العفو، هذا واجب. نتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله. شكرا اختي. ليا سؤال اذا كان ممكن. مرحبا. واحد اختي سعاد، يعني كنت في مسلسل حديثا، وكان تمثيلك رائع وجد جد رائع، ولكن علاش ما خديتيش الوسام بحال حديثا؟ يعني كان حق عليك تاخديه وتستحقيه. سمعتي انا السؤال؟ غادي نقول لك. مرحبا. سمعت قالت لي علاش ما خديتيش الوسام. الوسام يا فحال يا ها هي هو هذا السؤال، علاش ما خديتي كما خداه الاخ كمال كاظمي؟ هو انا غادي نقول لك اشنو وقع لي انا، لاني وقعت لي واحد الحكايه غريبه بزاف. انا العام اللي جا الحديدان الوسام حتى انا جاني الوسام. ولكن كل حاجه مكاتب وصافي. كي كنقول انا شي حاجه كتوصلك راه مكتبه لك، شي حاجه ما كتوصلكش ما مكتباش لك. انا هذاك النهار اللي جا القيد ديالنا ديال الدائره ديالنا، صيفط لي المقدم باش يعلمني اني باش نمشي لعندو، لاني جاني الوسام الملكي. نهار كانت الوالده ديالي الله يرحمها باقا حيه، خرجت باش نجيب شي حاجه ديال التقضيه، هو جا مورايا المقدم دق في الدار. الوالده ديالي انا مريضه ما كتقدرش تنوض، ما حليت حتى شي واحد لانه كان خويا في الخدمه، مرات خويا في الخدمه، ما كاين حتى شي واحد، خليت غير الوالده وانا خرجت نتسخر. هو سولته واحد الجراح للباب، قالت له واش بغيتي سعاد؟ قال لها ايه. فكندق عليها ما كايناش، قالت لي راه وقيلا خارجه هنايا راه كانت. قالت لي واش بغيتي نقول لها شي حاجه؟ قال لها لا لا صافي بلا ما تقولي لها والو. صافي هو ما خلى لي لا وصيه لا شي ورقه كتبها لي وخلى لي تحت الباب لا حتى شي حاجه. من بعد دازت واحد سيمانه هكاك، كيجيني واحد مقدم اخر صيفطوا لي القيد، قال لي سير عند هذيك الفنانه اللي كاينه في درب غلف وقول لها تعطيك الرقم ديال التليفون ديالها والسميه والكنيه وهذا. من بعد كنت سمعت الناس كيهضروا وداكشي، ونقول لي شنو كاين شنو واقع، ويقول لي لا انت ما فراسك. قلت لي لا ما فراسيش. ويقول لي راه حد جاك الوسام ملكي وانت ما كنتيش. قلت له انت؟ قال لي فلان نهار فلان فلان. قلت له لا انا كنت خرج نتسخر. قلت له ديك الساعه هو مني جا، قلت له انا بزاف الممثلين جاهم الوسام ما كانوش في ديورهم، ولكن كتبوا لهم ورقه وداروا صراحه هذا الشيء اللي وقع. في داك الشيء علاش ما خديتش الوسام، هذا هو اللي وقع. اما انا جاني العام اللي جا الحديدان جاني حتى انا. كنقول كل حاجه كتابه وصافي. اختي سعاد، كنعرف بانك عايشه في دار الولاده وغير متزوجه، وكتعيشي بداكشي باش مثلتي، يعني الا مثلتي في شي فيلم كتاخدي داكشي ديالك وكتعيشي باش عايشه به، باش عايشي صحيح. ونعم. وهذه تاهي بايره عليا بالبحث ولا شنو؟ نتوما معاونين عليا ولا شنو؟ والله اختي ما كنعرفها الا غير متصله بالله. عزيزه وغاليه، والله. حاجه اخرى كنعرفها بانك الصوت ديالك دائما هادشي اللي في قالت صح، القران والتسبيح. هادشي كل اللي قالت صح بصح. القران والتسبيح. انا عايشه وانا كنصرف على راسي وكل شيء على راسي، لان ما كاينش ليه كل واحد عايش على قده. ما يمكنش اني نعتمد على شي واحد، لاني انا كنعيش لراسي. راك عرفتي مني ماتوا الوالدين بقات الدار خاويه، ودار الورثه هذه راك عارفه
دائما في المشاكل والصداع والغوات وكيف كيقول واحد مثلا مغربي الوجه المشروك عمره ما يتغسل. وانتم أيوة ان شاء الحمد لله. الله يحد الباس كما كيقول ان شاء الله. اختي كنتمنى لك التوفيق والنجاح، وكنتمنى الاخ الفاضل هو التوفيق والنجاح ان شاء الله، شوف. وربي يعطيكم الصحه، وكنتمنى لك نشوفك في حلمه جديده، وكنتمنى لك ان شاء الله يعني الازدهار، ونشوفوك كتسلمي الوسام لاننا كي ان شاء الله ان شاء الله. شكرا اختي. الكلام اللي قلتي على اختي سميره وسام فوق صدري، هذا الكلام اللي قلتي شكرا، الله يكبر بيك والله يعزك، ربي يخليك، بارك الله فيك. شكرا انك راه عزيزه وغاليه وراه رغنا وهنا رانا غنجي نوصف لعزتك عندي. شكرا. الله يحفظك، شرف لي، الله يحفظك، الله يكبر بيك. اسمحوا لي لا طولت عليكم ونهلا يخطيك، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا. الله يبارك فيكم. الله يحفظك اختي. شكرا كنشكروك اختي. كنشكروك اختي. شكرا. مرحبا خويا، مرحبا، انا كنشكركم جزيل الشكر. مرحبا. الله يحفظك. شكرا اختي. شكرا. الله يطول عمرك. اختي سعاد والله ما كنعرفهم، انا اللي كيتصلوا ما كنعرفهمش اختي. داير الرقم تما راه كيعرفها والله. جاتني وانت هادي راه عندها الدوسي مسيني كاع. مرحبا كنشكروا لاله سميره. مرحبا كنشكرك. مرحبا بالفنان ديالنا السي محمد تحفه. مرحبا بخويا. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. الا بغيت يتصل بينا راه الرقم ديال 0 الرقم هو 781 656 سي تحفه اخويا، الا قدرتي تتصل بالرقم ديال هذا ديال 781 656 6120. السلام عليكم. الو خويا السلام عليكم. شكون اللي معنا؟ اخويا كي داير لك ابراهيم يا خو. الله يحفظ خويا ابراهيم. مرحبا بخويا. مرحبا. الله يحفظك. ابراهيم يارو. مرحبا بخويا. مرحبا بك. ابراهيم اهلا بسيدي قاسم، كي داير؟ بخير لاباس عليك؟ مرحبا بالناس ديال سيدي قاسم. مرحبا راك عزيزه وغاليه. مرحبا بك خويا. يحفظك ليا خو. الله يخطيك، والله فنانة تستحق كل الخير، متواضعة، فنانة تتميز بالإيمان والله. دوزنا أنا وياها مدة تبارك الله عليها، راه قمة ديال الإنسانية فيها، تواضع وخدمة. شكرا خويا. الله يحفظك. شكرا والله من الفنانة الصراحة الله لي الشرف أنني كنت في عرض مسرحي وخدمنا انا وياه الحمد لله عليه خطير والله. يعني بصح كتبغي الانسان، كتبغي المواهب يوصلوا، يعني بزاف ديال الحاجات زوينين بزاف. الحمد لله. الله يحفظك خويا. والله زعما شرف لينا والله، ومن الناس المحبوبين عند الجمهور المغربي. شكرا. هاتي يا لاله. هاتي يا لاله. هاتي سمعتي. الصراحه ماشي مجامله والله، واقع هذا واقع والله. يعني باش توصل الانسان ان تلقى يعني سعاد راه ماشي دوزتنا قليل. يعني تخيل معايا ان اقسم بالله كتصلي وكتعبد الله وكتقرا القران، واهم حاجه قبل من العرض كتدخل كتقرا القران ومتحمس كتقول يا ربي ندير شي حاجه ما نتحشمش مع الجمهور، يعني كتعطي له قيمه للجمهور. الحمد لله. كنشكر. حوايج ما شاء الله فيها تبارك الله عليها. شكرا خويا. الله يحفظك. الله يحفظك خويا. كنشكرك بزاف خويا. لا واجب، بالعكس الله واجب، والله يطول في عمرها، وشكرا بزاف على حسن الاستضافه ديال الفنانه ديالنا الكبيره، والله تستحق كل الخير، ما خداتش حقها الصراحه الله يحفظك. ومازال انا ما تعطي مازال والله ان شاء الله. الله يحفظك خويا. الله يكبر بخويا. الله يحفظك. هاتي الحباب كيتجمعوا. الله يحفظك خويا. كنشكرك خويا. كنشكرك بزاف خويا. ربي يخليك ويخطيك. شكرا خويا. شكرا. من تحياتي لكم وشكرا بزاف. الله يحفظك. شكرا خويا. كنسلم عليك، سلم على الناس ديال. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي.
اهلا سيدي محمد تحفه، مرحبا بك اخويا، شرفتينا. اسمح لي راك في هذيك المكالمه حيت في الواتساب غيتقطع لي المكالمه مع الفنانه. ومرحبا بتحفه، كتشرفنا اخويا. اخبارك لاباس عليك؟ معنا سعاد الوزاني الفنان الرائع، واش كتسمع ليا؟ ها بلاتي، ها هي كتسمع لي الله يخليك، كنسمعك. الله يكبر بيك والله يطول لي عمرك. شكرا بزاف، ربي يخليك. لولا سعاد والله شرف لينا انك تكوني ضيفه على هذا البرنامج هذا، وفرحنا بزاف لاننا سمعنا الصوت ديالك. شكرا، الله يتكبر بيك، شرف لي حتى انا. ربي يخليك فنانة ويكبر بيك. رائعة وفنانة راقية يعني كنحسو بك، يعني ماشي فنانة عادية، يعني كتقمصي داك الشخصية، كتقمصي بواحد الدرجات. كنتيقو بانك مثلا في كلينيكا، كنتيقو راك كتفرجو بواحد، ما كاينش سعاد الوزاني، ما كايناش نهائيا. ربي يخليك، الله يحفظك، الله يكبر بيك. الله يكمل بالخير، وما اسعد انا بان الساحه الفنيه في المغرب يكون فيها امثال وكنتي تبارك الله عليك، والله يحفظك. يا ربي امين، ربي يخليك ويطول لي عمرك. شكرا لك، الله يحفظك. ونتمنى نشوفوك عندنا هنا في ميريكان، ما نهضروش معاك في التليفون. ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله اكيد. مرحبا. وشكرا لك السي عدو. توجتي، مرحبا بك. I love you, you know that. شكرا بزاف فاجئتيني، والله الا فاجئتيني بزاف. بارك الله فيك. والله الا مرحبا بخويا تحفه، اي وقت مرحبا بخويا. راك عارف راه انت ترى باغي ندير لك واحد النهار حتى ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وشوف اخويا سعاد، شمس ونحن كواكب، اذا طلعت لم يبدو منا كوكب، اذا طلعت لنا سعاد احينا. لا 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 بارك الله سعاد. لا، كل شيء ان شاء الله، كل شيء حنا نضويو كاملين. الله يحفظك. هي احنا 110 ويا 220 مالها. بارك الله فيك، وشكرا بزاف سي عبدو على الاستضافه ديالك الفنانه ديالك سعاد. شكرا. ولاله سعاد الله يكبر بك، الله يكبر بك كما كبرتي بينا وعمرك طلعتي معنا في البرنامج. الله يحفظك خويا. يا عمرك، الله يرضي، واجب هذا واجب. شكرا بارك شكرا. كنشكر. يلا نخليك باقي الاتصالات، والله يحفظكم. الله يحفظك اخويا، شرفتينا اخويا تحفه، الله يكبر بك خويا. الله يعاودك. راه ديالك ديما توب خويا. شكرا، الله يحفظك. شكرا الاخ ديالنا تحفه، الله يحفظه. كنسلم على الناس ديال سيدي قاسم وسيدي سليمان بزاف. محمد القلع. سيدي محمد القلع، السلام عليكم. وعليكم السلام خويا، لاباس بخير؟ الله يحفظ خويا، الله يحفظك. كي داير مع الصحه؟ بخير. امور هانيه، كنتي بخير؟ الامور هانيه والله الا الحمد لله. مرحبا بك على قناه كازا السوتاتين تي في من بوسطن، معك الفنانه لاله سعاد الوزاني. مرحبا بخويا وصديقي والعزيز ديالي الله يحفظك. شكرا لانك دخلتي شرفتينا. شكرا. مرحبا. يسع الله. مرحبا. هذيك الفنانه راه فنانه من العيار الثقيل، فنانه اللي كتحترم راسها، فنانه متواضعه، فنانه اللي عطات شيء الكثير لهذا المغرب في الفن، تبارك الله عليها. والله العظيم راه عزيزه عليا بزاف وصديقه ديالي، ودائما كنترافقوا في اعمال الخير. كنزوروا الوليدات ديال النزلاء ديال دار الايتام، كنزوروا النزلاء ديال دار المسلمين، كتمشي معنا في الاعمال الانسانيه والاجتماعيه والخيريه، ديما حاضره. تبارك الله. ديما كاينه وتبارك الله عليها، الله يحفظها. الله يحفظك. شكرا اخويا الضيافه ديالك للفنانه ديالنا اللي عطات شيء كثير للمغرب في ميدان الفن. مرحبا بك. وقول لي السي القلع، قول لي سيدي محمد، قول لي كي بقات العوينه شويه؟ كي بقات العوينه شويه؟ شويه غالي الامور، شويه الدوسي ديالك ترى عندي عبلاتي عليك. الله يسلمك.
لا لا زوين تبارك الله، كلكم زوينين الفنانات ديالنا والله الا كنكبروا زعما كتكبروا بينا حتى حنا نعرف. نشكروك اخويا على الاهتمام ديالكم بالفنانه والفنانات اللي كتردوا من الاعتبار من خلال الاستجواب ديالك معاهم. الحمد لله. هذا راه لينا شرف كبير بان عندنا واحد الولد غيور على الفن المغربي والفنان المغربي. الله يعطيك صحتك والله يبارك لك والله يعطيك ما تمنيتي بخاطرك، ونتمنى لك النجاح في هذا البرنامج ديالك. مرحبا. والاستمراريه. واش غنقول لك اخويا، وقلا الناس بحالك. لا مرحبا. من خلال الاستجواب اللي كدير معنا كترد لنا الاعتبار. الحمد لله هذا واجب. لانه الفنان شويه ما كنقولش انا معنوس، ولكن بحال شويه الاقصاء، كاين شويه الاقصاء والله يجيهم علينا. ايوا الله حنا هادشي اللي كنتمناو ان شاء الله يكون الخير تبدل ديك كما كنقولوا ديك المنظومه ديال راك عارف بلا ما نبقاو نذكروا فيها، الله يهديهم باش يعطيو اعتبار كل واحد في المكان ديالو خصو يكون. كنشكروا سيدي محمد القلاع والله يكبر بيك والله يطول في عمرك. وسلم لي على الناس المحمديه. اخويا من العطاء في البرنامج ديالك، ونتمنوا التوفيق ان شاء الله ومسيره طويله ان شاء الله. شكرا. طول العمر ان شاء الله. حياتك ان شاء الله. وسلم لي على هذيك الفنانه ديالنا سعاد الوالساني، سلم عليها بزاف. وحنا كنبغيوها وراه تيرتي تقريبا. ديما مسكينه كتمشي معايا المسائل اللي كتكون فيها الخير كتمشي معايا فيها. اعمال خيريه انسانيه اجتماعيه تسويقيه ديما حاضره، وما كنكونش لا وما كتحاسبش، كتصير من جيبها مسكينه باش تحضر في هذه المسائل هذه. والحمد لله. شكرا. والشهاده شاهدين من اهلها. الحمد لله الله يحفظها ولا يطول في عمرها. والله العظيم ما كاينش كذوب، ماشي كنافقوا ولا شي حاجه، الواقع هذا اخويا والله العظيم. ايوا ان شاء الله. والتواضع وكتمشي كتقول انا غادي واحد العمل خير، كنقول بسم الله. المشكل انا عندي عمل ولا مشطونه ولا هذه ولا هذه، ديما سباقه لهذا الشيء ديال الخير. يكون في ميزان الحسنات ديالها ان شاء الله. الله يحفظك يا خويا الله يسعدك. شكرا سيدي محمد القلع الفنان ديالنا القدير، الله يكبر بك ان شاء الله، ونشوفوك حتى معنا، نشوفوك حتى التعريس معنا ان شاء الله في شي حلقه هنا. ان شاء الله مرحبا. شكرا. الله يكبر. قالت كاسلم على الناس المحمديه كاملين. هي راه عزيز عليهم، راه عزيز عليهم سعاد، عزيز عليهم بزاف كيحبوها بزاف. شكرا. الله يعاونكم اخويا، تبارك الله عليكم وتصبحوا على خير. شكرا. الله يكبر. وانا متبع معكم تبارك الله عليكم. شكرا مرحبا. شكرا. السلام عليكم. كانت هذه مكالمه مع الفنان ديالنا سيدي محمد القلاع الله يحفظه. شنو هو نظرك لاله سعاد؟ اختاريت لك واحد الاغنيه من خلال البحث، راه بين ما راه كتعجبك هذه الاغنيه هذه ان شاء الله غنقدموا لك هديه من قناه كازا 36 تي في. هذه الاغنيه هذه ديال الفنانه ورده. الله 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 الله. اوكي الله يحفظك. الفنانه ورده بتونس بك. الله الله الله. كتسمعها؟ سمعت. كتونس بك. ايوه. مرحبا خويا عبد الهادي السعيدي، حسن نور.
اييه نزيدوا الكلمات ديريكت. انا بتونس فيك ولما بتبعد انا بتونس فيك لما تقرب انا بتونس فيك انا بتونس فيك يكون ويايا ويايا انت كده انت عطيني حراسي انت كده انت عطيني حراسي شداتك الكاميرا كتغني. ها يا ناري لالا سعاد. لالا سعاد. لالا سعاد شداتك الكاميرا. يا نعم نعم. واخا المهم عوج هذاك الصوت ان شاء الله راه غنبغيوه ان شاء الله، راه غنحتاجوه غير بلاتي غنحتاجوه. غنحتاجوا هذاك الصوت ان شاء الله. لالا سعاد بالنسبه للاعمال اللي كنتي شاركتي فيها مثلا من قبل، مثلا حيت واحد السؤال كان تطرح ماشي مره ماشي جوج، كان مؤخرا طرح واحد الفنان ديالنا، واحد الشاعر ديالنا اللي هو السي عبد الثواب الناير، اللي كان نقدموا ليه التحيه من هنايا، كنقول ليه مرحبا بك وكنشكروه. تحيه كبيره. يا واحد السؤال اللي كينقولوا مثلا السلسله ديال حديدان كانت لعبت ثلاثه الاجزاء. ثلاثه اجزاء. وكما كيقولوا مثلا انا غير سؤال، واش ما بانش لك ديك السلسله كما تطرح داك السؤال زعما كانت مختلفه، زعما خارجه على مثلا الاطار التاريخي ديالها ولا لا؟ بالنسبه لكم نتوما كتلعبوا ما بصح بطبيعة الحال، لأن حتى الجمهور كان عندهم نفس الرأي. إني في أي مدينة كنت كنتلاقى من الناس، سواء في كازا ولا في طنجة ولا في أي بلاصة في المغرب، كان عندهم نفس الهضرة كاملين. كانوا كيقولوا لي يا ريت كون ما خديتوش لينا حديدان في كيليز ولا في الفراعنة، كون خليتو غير في الدوار، لأن محدود غير في الدوار، يدير المقالب في ذاك الدوار ويهرب هو وولادو ونسيتو ومشيو لدوار اخر. لان بزاف الناس ما عجبهمش، قالوا لي يا ريت تكون بقى حديدان غير في الدوار. هذا هو الاشكال اللي كان. ومع ان الجزء الثاني مع ان الكتابه اختلفت من الجزء الاول حتى الرابع، اختلفت بزاف ومشات خدات واحد الاتجاه اخر. بهذه المناسبه كندعيو بالرحمه والمغفره للفنانه ديالنا اللي توفات، اللي كانت معكم، كانت بنتك عائشه مناف، الله يرحمها مسكينه وسعد. عائشه ماما، وكذلك مناف حتى هي الله يرحمها. الله يرحمه والسلام. الله يرحمها مسكينه، لانك كنتي السند اللي كنتي السند ليها، قريبه ليها بزاف في الايام الاخيره ديالها على ما سمعت. لا كانت معايا في نفس الدار، كنت انا وياها. ايوا والله. انا اللي بسبب الله كنت مقابله وكنصب لها بسبب الله. الله يرحمها. ونواسيها ملي كان كضرها رجليها كنت كنواسيها. مسكينه تعذبت بزاف، الله يرحمها ويجعل لها مغفره للذنوب يا ربي. بهذه المناسبة ثاني كنحيو الفنان ديالنا السي عزيز داداس، اللي كان متواجد بموريال في العرض في الملتقى السينمائي الاول في موريال، وكنوجهوا تحيه كذلك عبد الحق سويلة صالح عبد الحق وكذلك المخنثر حتى هو السي عبد الصمد الغرفي. الف تحيه لهم، الف تحيه لهم. والسي كمال الكاظمي حديدا كنشكروه. كان مؤخرا كانت واحد قلوب تائهه كنت شاركتي فيها.
كانت في رمضان هذا اللي فات، هذاك يلا صورنا قلوب تائهه. قلوب تائهه زعما راه واحد الصدى كبير هذاك العمل تبارك الله. انا كان مسلسل في المستوى وكان مسلسل اجتماعي وكانوا فيه ممثلين في المستوى زعما، وكان زوين بزاف. حتى كنقدم واحد التحيه كبيره طبيعة الحال، واحد التحيه كبيره للمخرج ياسين فنان. زعما نعم المخرجين اللي كيحترم الممثلين وكيحترم التكنيسيان ومتواضع بزاف، ويعني كتبغي تخدموا معاه، كتبغي انك تخدم وتشتغل معاه، كتتمنى انك تزيد تشتغل معاه لان الخدمه معاه ممتعه بزاف. مادام كيكون الاحترام متبادل هذا هو اللي كاين. كما قلتي مثلا قبل الاخراج، راه كاين مثلا هاد الاعمال اللي درتي، راه كاين مثلا شي واحد اللي غتكون عنده ريبرتوار مثلا غير اللي جاي يمثلوا، غير اللي جاي يمثلوا. واش انت عندك هاد الفكره غير السيناريو اللي جا مثل، ولا كتكون عندك واحد كما كيقولوا عندك شروط ديال الاعمال؟ حيت اللي كنعرف انا راه عارف غير باش الجمهور يعرف حتى هو. واش بالنسبه للممثل اللي جاي يمثل ولا شنو؟ نوع على اختي كنهضر على اختي الوزاني، على سعاد الوزاني مثلا. كاينين انت كتهضر على شي عمل الاختيار ديالك. الاختيار ديالك، لان انا زعما كنتيقن غير كيكونوا جاوك اعمال ورفضتيهم، لان عندك مثلا راكي عارفه كاين عندك واحد المبدا ديالك. راه عرفتي المقصود ديال السؤال ديالي. انا رفضت اعمال سينمائيه. جاوني بزاف ديال الاعمال السينمائيه، ولكن للاسف كان السيناريو ما عجبنيش، وكان السيناريو فيه بزاف ديال العرا وبزاف ديال الكلام خايب وداك الشيء، ولكن هو كان هذاك الخلاص ديالو طالع بزاف، ولكن اضطريت اني نرفضو. ما شفتش الفلوس، ولكن شفت على قبل العمل، وشفت على انا سعاد الوزاني بداك النظره اللي كيشوفوها الناس وديك الاعمال اللي كتقدم. يعني ما مشيتش للاتجاه ديال الفلوس، وللاسف بزاف ديال الافلام جاوني وجاوها بحال هكا، ولكن اضطريت اني نرفضهم. ايوا مزيان. هذه واحد التحيه اخرى لواحد الفنانه ديالنا اللي ما غنساوهاش، لاله فاطمه والشاي، كنشكروها حتى هي تبارك الله عليها، عزيزه تبارك الله عليها. كما كنقولوا مثلا كاينه واحد العلاقه، راكي عارفه العلاقه ما بين المخرج وديال الممثل. زعما اش غادي نقول لك، زعما حنا راه كنشوفوا وكنسمعوا وكنقراو كيكونوا بزاف د المشاكل ما بين المخرج ومثلا ما بين على سبب مثلا الادوار اللي كيعطي، وهذا مثلا كاين اللي حتى كيبدا في العمل وشويه كينسحب. كاين هذا كتوقع هذا الشيء. طبيعة الحال كتوقع بزاف الحوايج. وما راه من خلال راك شتي الادوار اللي كانوا مثلها شي افلام، شي مثلا ممثلين عطاو شي افلام مثلوا فيها وفي الاخر ندموا عليها بلا ما نقول الاسماء ديالهم. راه معروفين كانوا ندموا عليها لانهم ندموا بزاف. ندموا عليها بزاف. حتى هذا مثلا ديك الشعبيه ديالو بزاف، لان الوسط الفني ديال الوسط المغربي الوسط المغربي بزاف ديال الناس ما كيبغيوش الافلام اللي فيها الكلام الساقط والخلاعه وبزاف. حتى بزاف انا الناس كنتلاقى معاهم في الشارع وداك الشيء كيقولوا لي حنا كنبغيو نمشيو نشجعوا افلام المغربيه، ولكن للاسف حتى كنمشيو نبداو نتفرجوا وكنلقاو الكلام خايب والعرا وداك الشيء كنضطروا نخرجوا. اما الناس بالعكس، الناس كيبغيو الافلام المغربيه والمسلسلات المغربيه، ولكن للاسف هذا هو اللي كيخليهم انهم يمشيو ويتفرجوا، ملي ما كيلقاوش شي فيلم خايب ولا شي حاجه كيعاودوا يرجعوا. ايوا كنتمنوا هاد الناس الله يهديهم وصافي، لان الفيلم الجوده ماشي نعطي فيلم خايب او لا فيه العرا راه غادي ينجح. بالعكس، راه الا كانت قصه زوينه وفيها اماكن زوينه وكتعالج واحد الموضوع، راه كون اكيد انها غادا تنجح. كون اكيد شي حاجه اللي يتفرج فيها امي، يتفرج فيها با، يتفرج فيها خويا، ونكونوا جالسين على طبله وكلنا كنتفرجوا، راه والله تتنجح. لان دابا اكثر ديالهم كيشوفوا الاثاره الجسديه هي اللي غتجبد لهم، اللي تجيب لهم الماده وكثره الفرجه. لا وبيني وبينك سي عبد الرحيم، دابا شكون اللي ما عارفش؟ دابا راه دري صغيور عنده 5 سنين عارف، راه مشى داك الوقت اللي تكبرنا فيه حنا ما كناش كنعرفوا، ما كناش كنفهموا، واخا كنا نتفرجوا ولكن ما كنا كنعرفوا والو.
تبارك الله. هذا راه جيل اخر، هذا راه جيل الانترنت والعجب المتعجب. هذا راه جيل كيعرف كلشي، غير تهضر كيعرف الهضره في غاده ويعرف كلشي. بلا ما تقول لي مثلا كتصور فيلم هما جوج دخلوا لبيت نعاس، راه باين لاش دخلوا بيت نعاس. اش دخلوا بيت نعاس اش غيديروا؟ ماشي تشرح وتبع تعري داكشي انت هاد الناس اش دخلوا يديروا واش دخلوا يديروا. كاينين طرق ديال باش يبلغ الرساله، راه كاينين طرق اخرى. لا الناس سمحليا، الجمهور المغربي ما كيبغيش كاك. انا تلاقيت مع الناس جميع الفئات عندهم نفس الكلام ونفس الهضره. يقول لك لا حنا كنبغيو افلام ومسلسلات اجتماعيه كتعالج المجتمع المغربي، ولكن ماشي فيها العراء وفيها قله الدين وفيها سميتو. قال لك لا كنبغيوش هادشي. ايوا للاسف كل واحد وكيفاش كيشوف، ان شاء الله كل واحد النظره ديالو كيفاش كيشوفها. الله يهدي ما خلق وصافي. ولا الوزاني سعاد وزاني، واش شاركت عمرك شاركت في كاميرا خفيه ولا مثلا عطاك شي مثلا عرضوا عليك؟ لا عمرني ما شاركت. والحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله تشاركي معنا في شي كاميرا خفيه ديالك ان شاء الله قريبا قريبا. احضري راسك. ميراليه في ميريكان بالحق. ان شاء الله ان شاء الله في حياتك ان شاء الله. علاش لا؟ مرحبا بك. ولكن ما تجيبش هذيك الكاميرا خفيه، ما يكونش في راسي. لا ما غاديش تكوني عارفه، ماشي بحال الكاميرا خفيه ديالكم المغرب. اللي كيديروا اليوم غديروا هذيك الكاميرا خفيه ما والو. الله يهديهم. على ما اظن ماشي كل شيء، والله اعلم. انا ما عرفتش، ماشي كل شيء الكاميرات الخفيه مثلا اللي دازوا في المغرب. كاينين شي وحدين تبارك الله. الاغلبيه يعني الاغلبيه تبارك الله. انا مهم الاغلبيه بحال مثلا انا كنشوف شي واحد مثلا نقدر نجبد الاسم ديالو، السي بشعيب الدومي، تحيه ليه. هذاك المره مدخل الفنانه سكينه دارابيل مع السبع، راه ماشي ما كاين ما غيقولوا لها والو. مع النموره والسبوع راه ما غيكونوش قايلين لا. هذه معروفه. هو المهم الاغلبيه، انا جاتني اخبار انهم اغلبيه في راسهم. لا قال لك مثلا ديال السبع والمره راه ما عندها ما دير فيها هذه. ما عرفتش ما نقدرش نقول لكم. الله يحفظهم، كنشكرهم كاملين كنشكرهم. ولا لا سعاد الوزاني مثلا عندك شي اعمال مثلا في كاينه في زعما في من القدام، واش كاين شي اعمال موجوده غتوجدوها مثلا؟ عندك شي؟ حاليا قلت لك عندي واحد مسرحيه ديال الطفل، وعندي مسرحيه ديال الطفل ديال الكبار، ولكن باقي ما بديناش التدريب. غير تما عندي عندي ان شاء الله. يا تحيه كنشكرك بعداك لانك ما نسيتيش الطفل تا هو خصك تا هو حقه تا هو تبارك الله. طبيعه الحال انا كنموت على الاطفال، شي حاجه سميتها الاطفال نخدم معاهم. عندي بزاف ديال الافلام سجلت للاطفال بزاف. والحمد لله. راه ما نساوش حنا درنا كلون في الصغر، درنا كل شيء وما عطينا فيها واحد الدومين. وكاين دابا كنغني بحال الدراري الصغار. ايوا لا هاتي جيتي في الكاميرا خافيه غتعطينا الصوت. دابا اغنيه ديال الطفل. مرحبا بقيتي دوري تجيتي. مرحبا. يلا خصيصا حصريا على قناه كازا 36 تي في. وثاني عندك مفاجاه غنعطيها لك دابا. يلا سمعتي دواحه. مرحبا. يلا غنيت الاطفال. يلا مرحبا. غير الاخوان كانت عندي مسجله. لا بغيناها بالصوت ديالك دابا. مرحبا بكم كاملين. سي نبيل مرحبا بخويا. غير عاونونا بالقلوبه الفنانه ديالنا. يلا القلوبه. مرحبا. اسمع هذه واحد الاغنيه كنغنيها للدراري الصغار. اسمع اش كنقول لك فيها. ولو أنك طفل صغير قلبك صديقي بالحب كبير. ولو أنك طفل صغير قلبك صديقي بالحب كبير. وبالفرح يطير لما تعرف الخير، وبالفرح يطير لما تعرف الخير. قلبك الكبير، قلبك الكبير. قلبك الكبير، قلبك الكبير. عالم الخير عندك عادة، أنا الحب دنيا السعادة. تحب الطبيعة وتبغيها، انت لو تحافظ عليها.
تحب الطبيعة وتبغيها، من تلوث تحافظ عليها، احترم البشر كبر وصغار، الأخلاق عندك إصرار، احترم البشر كبر وصغار، الأخلاق عندك إصرار، تعمل بجد زي تجتهد ولا نفسك تحاول تجتهد، تعمل بجد زي تجتهد وعلى نفسك تحاول تعتمد، ولو أنك طفل صغير قلبك صديقي بالحب كبير، ولو أنك طفل صغير قلبك صديقي بالحب كبير، وبالفرح يطير لما تعرف الخير، وبالفرح يطير لما تعرف الخير، قلبك الكبير، قلبك الكبير، قلبك الكبير، قلبك الكبير. ودي عم تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، تبارك الله. لا 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 سعاد تبارك الله لا عليك. شحال هذه ما غنيتها راه نسيتها. وبهذه المناسبة هذه كان واحد الالبوم كنغني للاطفال هذا. تبارك الله. بهذه المناسبة هذه كنحييو الناس اللي كيخدموا في حقل الطفل، السي عمي بسيسو تا هو ودريس السبتي، وكذلك رضوان العراج. وكنشكر محمد مقيت لانه هو اللي كاتب هاد الكلمات والالحان ديال هاد الاغاني اللي انا كنت كنغنيها. تبارك الله. شكرا ليه بزاف وكنقدم ليه تحيه كبيره. ايوا تبارك الله عليك. وما نساوش تا محمد عزام تا هو راه كيخدم في حقل الطفل، كنشكرك بزاف. لاله سعاد الوزاني، عندي لك واحد الاغنيه عزيزه عليك غادي تقبليها منا ولا لا؟ يلا. لا 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 وعدي نبقى نحكم عليه، نبقى نحكم عليه، سرقوه يا امي وداوه، امي انتي وداوه، امي وداوه، سرقوه يا امي وداوه، حنين الله عالم بيه، حنين الله عالم بيه. الله 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 الله. فنانة لطيفة ديالنا سميرة بن سعيد. الله الله الله. نحكم عليه، نبقى نحكم عليه. حنين الله عالم بيه، حنين الله عالم بيه. حصريا على قناة كازا 36 تي في معنا الفنانة وهو المغنية لاله سعاد الوزاني. يلا نزيدوك هاد اللقب. ونداوي كيفاش نصبر وانا مغلوبة، الناس عقباري كيفاش نصبر، امي بعيد التوبة، كيفاش نصبر وندمي كيفاش نصبر وانا مغلوبة، بالناس عقباري كيفاش نصبر، امي بدعي بالتوبة، امي صبارة، صبارة، امي صبارة، لكن
ما بدي حيلة لكن ما بدي حيلة إشارة إشارة محلك إشارة تكتب لي وسيلة تكتب لي وسيلة أمي شفارة لا صبارة صبارة يا أمي صبارة تحية لكاع الأمهات واللي عندهم الله يحفظهم واللي ماتوا الله يرحمهم. اللي ماتوا الله يرحمهم يا رب يعني يا رب. ما بدي حيلة. ومرحبا بسي كليل تقني حبيب كميلي مرحبا بك. مرحبا. لالا سعاد لالا سعاد لالا سعاد لالا سعاد. غادي ندخلوا دابا كما كان بداها الاخ ديالنا السي الفنان ديالنا المحترم القدير السي محمد القلع. على انا عارفك انا ماشي انا سمعت وتبعت كنبحث عليك كديري اعمال خيريه بزاف تبارك الله. الحمد لله الحمد لله. مرحبا بسيت هاني رشي. كاين هادشي ولا ما كاينش؟ وكنتي مؤخرا كاينات تبارك الله عندك شي صحاباتك واش كتحاماو على القيد ولا ما فهمتش هذاك الشيء؟ كتفرج في واحد الفيديو القيد ولا العميل باغين واحد المسجد ودار لكم بلاصه فين يصلي وهذه واش تحاميتوا على كل شيء ولا مشيتي على بوحدك؟ لا ديك برمضان ماشي جامع كانوا طلبوني وقالوا لي عافاك لما سميتو بقيت كنطلب واحد رئيس الجمعيه وواحد العامل. ايوا تبارك كنقول لهم عافاك نوقفوا معاهم ولا شي حاجه الاسم ديالو. لا ما عقلتش على اسمي ديال المحمديه هو عامل المحمديه. واحد العامل الله يعمرها دار ظريف. ايوا تبارك الله يعاون الناس وكيوقف معاهم وكل شيء. الحمد لله وهذا الشيء اللي بغينا في العمال يكونوا بحال هكا يكونوا يعاونوا الناس ويتعاملوا معاهم لان راه المكان ديالو ان شاء الله غادي يحيد وغيبقى المكان ديالو خلي كما كيقولوا خلي بلاصتو زوينه. معلوم كتبقى اماله والناس يهضروا عليه وداك الشيء مزيان. الحمد لله. لا متواضع هذا العامل متواضع مزيان. الحمد لله. واش تقدري تقول لنا من بين الاعمال الخيريه اللي كنتي مثلا شاركتي فيها؟ انا عارفكم الاكثريه كتمشيو في دار العجزه كتحسوا كتعاونوا الناس. انا عارفه بزاف كنمشي لدار العجاز دار الايتام دار هذاك ذوي الاحتياجات خاصة الناس الفقراء الارامل كلشي كنمشي مع واحد الجمعيه كيفرقوا المعاونات في رمضان وفي جميع المملكه المغربيه. الحمد لله. انا عارف كلشي كنمشي معاهم. انا اللي كنعرف هو تقريبا اكثر الفنانه كنعرفهم اعمال خيريه كيقوموا فيها في رمضان لانهم زعما ما كيفطروش مع عائلاتهم كيف ديما خارجين في الاعمال الخيريه تبارك الله عليهم. وكما قالت الاخت ديالنا اللي كانت معنا نزهه قالت لك لاله سعاد الوزاني ما كيفرقهاش التسبيح والقران. الحمد لله. ما عرفتش ما عرفت هادشي. والمهم انا ما عليا والو انا غير اعلامي متواضع كناخذوا منه ونشدوا منه ونحطوا منه ولكن الحمد لله كما كيقولوا تبريكيكا مزيانه زوينه ان شاء الله تكون في ميزان الحسنات ديالك. الحمد لله الحمد لله. بغينا تقول لنا لاله سعاد شي مواقف حصلت لك مثلا في التصوير ولا في شي حاجه طرائف شي حاجه طرائف زوينه من الخايبه غير خليها ما تقولهاش لينا بغينا النهار يكون زوين. لا خويا ما خايبه ما نديرو. لا ولا شي باقي نعقل على واحد المره كنا غادي نصوروا كنا صورنا شي حاجه في حديده الاولاني وكنت انايا وفاطمه والشاي وهذاك المخنطر وخميس وحديدان كنا جالسين في واحد البلاصه شويه كنا غادي نمشيو نصوروا. فاطمه بغات تشري واحد الدواء خدانا الفارماسيين هي تقول لنا انا غادي نمشي ناخذ الدواء يلا اجيو معايا وتمينا غاديين كاملين بربعتنا ويقول لنا حديد الناري نمشيو كاملين ندخلوا من الفارماسيين صحابنا باغيين نتبراو. وبعداك المهم ما كنتوش لابسين اللبسه كنتو على لبس عادي بعداك. لا كنا لابسين مع الكوك وغاديين ديال اللبس ديال السناري.
ديال الخدمه. لا لا تبارك وحنا قاعدين قال لنا ناري مول الفارماسي غادي يشوفنا يسحبنا جايين نتبراو. عرفتي عمرني بغيت ننسى هذاك النهار هذاك. لا لا تبارك كتوقع بزاف ديال الحوايج كنساوهم. عرفتي كنموت بالضحك. لا الحمد لله. انا غادي نقول لك واحد الفنان راه معاكم، صالح عبد الحق، صوالح عبد الحق اللي كيمثل معاكم، راه اللي لعب المقدم هذا. كنا واحد في الخشبه المسرح لاعبين واحد المسرحيه. هذيك المسرحيه مثلا راكي عارفه كاينه فيها واحد اللقطه خصو يجي مع الدور، خصو يضربني، خصو يضرب. وراكي عارفه هذيك مثلا كتلقى يدك باش ما تبانش الجمهور، باش كضرب اليد. وهو قبل ما يديرها هو خصو يدير واحد الحركه، خاصو يدير واحد الحركه باش كنوجه ديك. لا هو عذر طاق ويضرب. بقيت كنشوف فيه فوق الخشب، بقيت كنشوف فيه وقلت ليه في الاخر، قلت ليه بصحتك وخرجت. عبد الحق والله واخا طرا لك السي عبد الرحيم، واخا طرا لك تتعيا ما طراش لك بحال اللي وقعت لينا حنا. واحد مونتي مسكين راه مات دابا، كان معنا في واحد الفرقه انا وياه سميتو سعيد طنور الله يرحمه مسكين. الله يرحمه. كنت انايا وهوايا، وكان معنا حديدان. كنا لاعبين واحد المسرحيه. حديدان كان لاعب المقدم وانا مرات هذاك الممثل. عرفتي كنا لاعبين في المسرح ديال مولاي رشيد وعامر. لا شي معروف مولاي رشيد المسرح ديالو تبارك الله. عرفتي ما كاينش بلاصه خاويه، الناس واقفين من هنا. حنا خدامين، جاي المقدم باش يخرجني زعما انا وراجلي من الدار، وجاي المقدم هو كمال كاظم وهذاك سعيد الله يرحمه هو راجلي. المقدم ملهي وهذاك سعيد راجلي الوسط وانا من هاد الجهه. يلا بدا كيقول الحوار وداك الشيء ويطيح ليه فمه الخشبه. انا هذاك سميتو انا وكاظم سكتنا من الضحك. بقينا كيف بالضحك. كيقول لي قولي حوار، كنقول لي قولوا انت، ما قدرتي تقولوا غنقولوا. عرفتي عمرني بغات تنسى لي هذا المنظر. الجمهور كيضحك، هو هز الفم ديالو مسكين الله يرحمه مسحو دارو فمه كيقول الحوار، كيقول لنا قولوا الحوار. احنا باكي كي بالضحك. عرفتي عمرها بغات تنسى لي. عرفتي شحال متنا في الضحك صافي. كيوقعوا شي حوايج والله ما تقدرش تنساها. تحيه لكاع الممثلين ديالنا. مرحبا بخويا حسين السعدي. الله ينورك خويا، استضفتي في الممثله المتواضعه ربي يخليك. لا هذا واجب، هذا واجب، هذا واجب. هذا هو القناه ديالنا كازا 36 تي في. العاتق ديالها هو ماشي كنقولوا تكريم، حنا خصنا نتعرفوا عليهم اكثر واكثر. والجاليه ديالنا مثلا الحمد لله القناه كازا 36 راه في العالم كله راه معروفه دابا تبارك الله. عند شي ناس في لوروب في الاسترالي تبارك الله، راه كاينه في فلسطين الحبيبه تبارك الله ان شاء الله. هذا هو الهدف ديالنا، باش نجيبوا الناس نقول لهم راه الناس راه كاينين مازال كيعطيو، مازال ينتجوا كل شيء. ماشي غير الاعلام المغربي صافي كما كنقولوا تسد عليهم، ما عطيهمش حقهم في الاعلام وداك الشيء. حنا ما ناسينهمش، وهذا هو الهدف ديالي. وانا راه كبرت معاهم من الصغر ديالي، كنت انا مع هذا الميدان ديال التمثيل والمسرح، ولكن كان عندي واحد الهدف كما كنقولوا خاصني نخرج برا، نقولها صراحه. والحمد لله وملي خرجت انا ما نسيتهمش. باقي الدم ديالي، باقي العروق ديالي، راه اجور كما كيقولوا، راه اجور مع الفنانه ديالنا كنتابعهم. الحمد لله كنشكرهم بزاف. الحمد لله. اش غنقول لك لاله سعاد، الوقت كيجري ما سخيناش بك، ولكن ان شاء الله والله الا خاصك ماشي غير بنتي سميره صديقي سعاد الغزاله، واش ما عرفتينيش نبعث لك الاوديو في البرنامج وغادي تفكر. قالت لك لاله هذه لاله سعاد، قالت لك واش ما عقلتيش عليا. سميره بن ديدي. سميره هي اللي جاب لنا الدوسي ديالك. هاتي سمعي الميساج ديالها.
شكرا لاله بلدي سمير، عرفتيها ولا ما عرفتيهاش؟ راسها. شكرا اختي، الله يحفظك، الله انا يكبر. كنسلم عليك بزاف بزاف بزاف. موت عليك، انا موت عليك. شكرا كنشكرك اختي سميره، الله يكبر بك، تبارك الله على خويا تامر راشي. مرحبا بكم جميعا. كنقول لكم الوقت ما كيعذرش، وان شاء الله غادي يكون عندنا حلقات ان شاء الله، ويمكن لكم تتبعوا لاله سعاد الوزاني على الفيسبوك ديالها، على سعاد الوزاني. مرحبا. اختي سعاد لك الكلمه، بغيت تشكري الجمهور ديالك وجمهور كازا 36 والمتابعين ديالك اختي. اولا كنشكرك انت السي عبد الرحيم، وكنشكر الطاقم ديالك كامل اللي كيشتغل معاك، وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح والاستمراريه ونشوفكم دائما في العالي. وكنشكر جميع الناس اللي اتصلوا بينا، وكنشكر الناس اللي ما قدروش يتصلوا بينا، وكنقول لهم شكرا لكم، وانا تراب رجليكم، وانا لا نجحت راني نجحت بكم، وانا بلا بكم نتوما انا ما كايناش سعاد الوزاني، ولكن انا نتوما الكلام اللي قلتوه في حقي وسام على صدري وتاج فوق راسي، وكنموت عليكم وكنبغيكم، ونتمنى دائما يا رب نكون عند الحسن ديال الدم ديالكم فيا، ودائما الاعمال اللي كنقدم تعجبكم. كنموت عليكم وشكرا وتشرفت بكم. الله يحفظك. كنشكرك انا اختي لاله سعاد الوزاني، هذا الشرف لينا ان شاء الله. ومازال انا راه مع اختي، مازال معاك، مرحبا بنا ان شاء الله، غادي نكونوا مازال على اتصال من بعد ان شاء الله. لاله امال بقالي مرحبا بك، سي انوار شغيه مرحبا بكم كاملين الناس اللي كيلتحقوا بنا. يمكن لكم ان شاء الله تفرجوا في الحلقه من بعد ان شاء الله ملي غتسالي راه غادي تبقى ان شاء الله تفرجوا فيها كاملين. كنشكركم بزاف لاله سعاد، ان شاء الله كان لنا الشرف اليوم كنتي معنا، ونتمنى الاخوان والاخوات اللي كانوا معنا اليوم تشرفوا وخداو هذا اللقاء. وكنشكر جميع اللي اتصلوا بنا واللي تعذر عليهم يتصلوا بنا، كنشكركم حتى نتوما. ويمكن لكم تدخلوا لاباج كازا 36 تي في وتشوفوا الحلقه كامله، وتواصلوا مع لاله سعاد، راها من اطيب خلق الله، زعما تبارك الله عليها. مرحبا، ربي يخليك. الله يحفظك، ربي يخليك، شكرا ان شاء الله. وغادي نخليوهم مع هذه الاغنيه هذه اللي غادي نقدموها، هذه خصيصا لك ديال السي محمد الحياني، يا سيدي انا حر. الله الله الله، شكرا لك. شكرا، كنشكركم جميعا ان شاء الله، كنشكركم، شكرا 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 شكرا، الله يحفظكم. شكرا.